صغير يعني عمره 19 سنة نيماتوف، وحارس للمستقبل بالتأكيد نيماتوف. الآن الكرة من إسلومون كوبيلوف، كرة الآن للمنتخب العراقي. يا سلام، تسديدة جميلة، هذه جميلة للمنتخب العراقي، هذه جميلة للمنتخب العراقي. الكرة الآن لعبت أمامية، لعبت الكرة إلى الأمام، ضربة مرمى. فعلا الكرات العراقية قليلة جدا، لذلك يعني شوف هذه إبراهيم كانت عن طريق إبراهيم بايش. فعلا محاولة كانت جيدة، تسديدة جميلة كانت تبعد الكرة من نيماتوف أبعد الكرة الماضية حارس المنتخب الأوزبكي ونساف كارشي. أبعد كرة كانت جميلة عن طريق إبراهيم بايش، وكثر منها، كثر من يعني هاي الكرات يا إبراهيم بايش. يعني كرة كانت جميلة، تسديدة. الحل أحيانا يكون في التسديدات يعني المباغتة من خارج المنطقة من أجل طرق الشباك أيضا. والكرة إلى الأمام، محاولة للمنتخب الأوزبكي، وبعد الكرة تعود للمنتخب الأوزبكي. لمنتخب أوزبكستان الآن جيسف عزيزون. محاولة أوزبكية ملعوبة، حارس المرمى محمد حميد ممتاز في إبعاد الكرة الماضية. يبعد الكرة الماضية إلى خارج الملعب. الآن ركنية للمنتخب العراقي. تسديدة كانت جيدة عن طريق دوستيك. حمداموف صاحب الهدف الوحيد في المباراة، تسديدة من حمداموف حارس المرمى محمد حميد. يبعد الكرة الماضية إلى خارج الملعب. الآن ركنية لصالح المنتخب الأوزبكي، تابع من حمداموف، رايح لتنفيذ الركنية جيسف عزيزون. هذا جيسف عزيزون هو من ينفذ الركنية الآن. جيسف عزيزون للمنتخب الأوزبكي يبحث عن الثاني، الأوزبكي يبحث عن الثاني. محاولة للمنتخب الأوزبكي مستمرة، لكن في صافرة موجودة، وبالتالي خطأ لصالح المنتخب العراقي، خطأ لصالح المنتخب العراقي. كرة الآن للمنتخب العراقي. في صافرة، خطأ لصالح المنتخب العراقي وللقائد أيضا علي عدنان. نتمنى سلامة علي عدنان. الخطأ كان على أبروميف إسماعيلوف. اليوم شايف أيضا إيغور سيرجييف غير موجود، المهاجم الخطير. للمنتخب الأوزبكي. الآن الكرة للمنتخب العراقي، محاولة عراقية، كرة لعبت إلى الأمام. محاولة للمنتخب العراقي مستمرة، تبعد من مدافع المنتخب الأوزبكي. فعلا عليه تفعيل الناحية الهجومية للمنتخب العراقي، وتنويع مصادر الخطورة يمين يسار، من الأطراف، من العمق، تسديدات. يعني أنت يعني تفكر في كيفية الوصول إلى شباك المنتخب الأوزبكي والعودة إلى المباراة. إذن عليك تعزيز الناحية الهجومية. كرة الآن لصالح المنتخب العراقي من ميثم عبد الجبار. الآن للمنتخب العراقي إلى الأمام، هذه خطيرة للمنتخب العراقي، خطرة، ولكن حارس المرمى نيماتوف. الكرة النهائية تصل سهلة جدا كانت من فياض، مازن فياض. نشوف الكرة فيها اختراق يعني جيد للمنتخب العراقي من العمق. شوف الكرة هذه من العمق تماما، يعني تماما.
لمازن فياض، هو المتابع للكرة الماضية مازن فياض، لكن مازن ما وزنها صح الكرة الماضية، يعني حطها ضعيفة جدا عند متناول الحارس الأوزبكي نيماتوف. علي عدنان لمحمد حميد المنتخب العراقي، كرة إلى الأمام الآن المنتخب العراقي، خطف الكرة التقدم، لكن المدافع الأوزبكي موجود، في الكرة الماضية بشكل جيد. أيضا المدافع الأوزبكي كان يقظ تماما المدافع الأوزبكي. للمنتخب العراقي الآن كرة الآن لمدافع المنتخب العراقي ميثم عبد الجبار، بيلعبها لعلي فايز. علي فايز يلعب للشرطة وسبق أيضا وأن احترف في الدوري التركي مع روزا سبور التركي. كرة إلى الأمام الآن للمنتخب العراقي، هذه خطيرة ممكن، لكن بتعدي الكرة من مازن فياض، وبيتابعها أيضا مازن. كرة من الجهة اليمنى للمنتخب العراقي، تبعد تتخلص. هذا هو المطلوب يعني بالنسبة للمنتخب العراقي، انتشار أفضل، حركة أفضل، وصول للمرمى، تنويع مصادر الخطورة، يعني تفكير في كيفية الوصول لمرمى المنتخب الأوزبكي. نيماتوف كرة الآن للمنتخب الأوزبكي، لصالح المنتخب الأوزبكي. المنتخب العراقي يعني أفضل في شوط المباراة الثاني، عنده حركة، يعني شاهدنا تسديدة جميلة كانت وجيدة للمنتخب العراقي من إبراهيم بايش. شاهدنا أيضا محاولة لمازن فياض في اللحظات والدقائق الماضية، شاهدنا يعني محاولة الوصول بالنسبة للمنتخب العراقي أفضل عما كان عليه في شوط المباراة الأول. كرة الآن للمنتخب العراقي، رمية تماس أو وجود رمية تماس، نعم، لصالح المنتخب العراقي. كرة ومحاولة تصل سهلة جدا عند الحارس الأوزبكي نيماتوف. إلى الأمام المنتخب الأوزبكي، حاول المنتخب الأوزبكي، المنتخب العراقي يبحث عن التعادل، الأوزبكي يبحث عن الثاني، والأهم من النتيجة الاستفادة الفنية بالنسبة للمنتخبين. هي التشكيلة الأساسية أكيد يعني موجودة عند المدربين، حاولت يعني أيضا تجربة عدد آخر مثلا من اللاعبين. الكرة الآن للمنتخب الأوزبكي، كوبيلوف، تعاد الكرة للحارس نيماتوف. لصالح المنتخب الأوزبكي الآن، لكن ممتاز أيضا علي فايز، متابع يعني كان جيد للكرة الماضية. علي فايز لاعب الشرطة العراقي علي فايز، وسبق وأن احترف أيضا
في الدوري التركي مع فريق روزا سبور. علي فايز، الكرة إلى خارج الملعب الآن، ركنية لصالح المنتخب الأوزبكي، ركنية لمنتخب أوزبكستان. موجود أيضا علي دير بالك وراك لاعب علي في المتابعة كذلك لطف الله تجييف، لطف الله تجييف، محاولة للمنتخب الأوزبكي، كرة للمنتخب الأوزبكي خطيرة إلى الأمام لكن تبعد الكرة، تعود الآن عكسية سريعة تبدو مرتدة للمنتخب العراقي. أسود الرافدين إلى الأمام، يا سلام اللعبة وشالها مازن فياض بشكل جيد لكن ما مشت الكرة إلى الأمام. الكرة إلى خارج الملعب الآن، رمية تماس إلى خارج الملعب، رمية تماس. ما هي الحلول الموجودة لكلا المدربين في شوط المباراة الثاني؟ ما هي الأوراق الموجودة لكلا المدربين في الوقت القادم؟ راح نشوف ونتابع. هذا هو السيد كتانيش مدرب المنتخب العراقي. كرة في وسط الملعب الآن للمنتخب العراقي، مازن تعود الكرة للمنتخب الأوزبكي، انطلاقة جيدة إلى الأمام، لمسة جيدة أيضا من عبد اللطيف. الآن الكرة فيها محاولة للمنتخب الأوزبكي عرضية لكن تبعد من سعد ناطق. سعد ناطق أبعد الكرة الماضية. سعد سعد ناطق يلعب كرة الآن، محاولة خطيرة في المرمى، في المرمى للمنتخب العراقي عن طريق محمد علي كاظم. محمد علي كاظم، وهي حقيقة كرة سهلة أيضا بتعدي من الحارس الأوزبكي نيماتوف، هي عدت من الحارس الأوزبكي نيماتوف، وبالتالي محمد علي كاظم يعيد الأمور الآن لصالح المنتخب العراقي. شوف تسديدة من محمد علي كاظم، حطها، اوه عدت راحت عليك يا نيماتوف، يعني كانت عند متناول يديك. نعم هذا الكلام بالنسبة لنيماتوف، لكن عدت الكرة من نيماتوف، وبالتالي الآن هدف العودة للمنتخب العراقي الشقيق الذي يعود في هذه اللحظات بإمضاء محمد علي كاظم. محمد علي كاظم المهاجم العراقي، مهاجم المنتخب العراقي، يعيد المنتخب العراقي إلى الواجهة من جديد. 1-1 هو الهدف مطلوب بأي طريقة، يعني حتى بنيران صديقه بأخطاء الحراس المدافعين، ركلات الجزاء. عليك أنك يعني تواصل الضغط والهجوم والضغط، يعني قد يثمر عن هدف وعن شيء في أي لحظة حتى لو جاء من خطأ. شاهدنا المنتخب العراقي حقيقة، ليش يعني أقول هذا الكلام؟ لأن شاهد في شوط المباراة الثاني المنتخب العراقي يعني يوصل يهدد المرمى الأوزبكي. شاهدنا محاولات للمنتخب العراقي، انتشار أفضل، تنويع الفرص والخطورة بالنسبة للمنتخب العراقي. يتمكن من العودة إذن عن طريق محمد علي كاظم. الآن خطأ لصالح المنتخب العراقي. علي عدنان وفي انذار لعلي عدنان وهو من ينفذ الخطأ. ليش الانذار؟ يعني بداعي التأخير، اعتقد يعني بسبب تأخير اللعب. الآن الكرة لصالح المنتخب العراقي، الكرة ملعوبة أمامية للمنتخب العراقي، يبحث عن الثاني لكن تبعد الكرة من دوستك حمداموف. لكن المتابعة أيضا جيدة، علي عدنان يلعب لوكس الأمريكي في الدوري الأمريكي. علي عدنان، الكرة فيها رمية تماس الآن لصالح المنتخب العراقي، خطيرة للمنتخب العراقي، بتعدي كرة كانت خطيرة يا محمد كاظم،
كرة كانت خطيرة، كان ممكن أيضا محمد علي كاظم، أو كان تمركزه أفضل، كان ممكن محمد علي كاظم يعني يحط الكرة في المرمى أيضا. والثاني للمنتخب العراقي. الكرة الآن لصالح المنتخب العراقي، أفضل في شوط المباراة الثاني فعلا في السيطرة، الانتشار، الوصول والعودة إلى المباراة، كل هذه الأمور بالنسبة للمنتخب العراقي في شوط المباراة الثاني. شوف هذا مدافع المنتخب العراقي اللي اشترك في هذه اللقطة، مدافع المنتخب العراقي مصطفى محمد ما شاء الله، يعني بنية جسمانية جيدة. نتمنى يعني كل التوفيق أيضا لهذا المدافع العراقي الشاب. حصل على انذار مصطفى، حصل على انذار. مصطفى محمد مدافع المنتخب العراقي. كرة الآن للمنتخب الأوزبكي. إلى رمية تماس الآن للمنتخب الأوزبكي. محاولة للمنتخب الأوزبكي وإلى خارج الملعب أيضا رمية تماس لصالح المنتخب الأوزبكي. كرة محاولة أوزبكية، محاولة كانت للمنتخب الأوزبكي. الكرة الآن تحولت إلى الأمام لصالح المنتخب العراقي. محمد كاظم تعود الكرة إلى خارج الملعب، إلى رمية تماس لصالح المنتخب الأوزبكي. شوط المباراة الثاني مشاهدينا الكرام، التعادل الإيجابي بهدف لهدف ما بين المنتخبين العراقي الشقيق والمنتخب الأوزبكي، هنا في مواجهة دولية ودية في أيام وفي يوم من أيام الفيفا دي. المواجهة الدولية الودية هذه ما بين المنتخبين العراقي والأوزبكي. تقدم المنتخب الأوزبكي وأنهى شوط المباراة الأول بهدف من ركلة جزاء بإمضاء حمداموف، لكن عاد المنتخب العراقي في شوط المباراة الثاني بإمضاء محمد كاظم. سلامات للاعب المنتخب العراقي، بالسلامة إن شاء الله. هذا 8 إبراهيم بايش يلعب للقوة الجوية، وكان قد لعب أيضا للزوراء قبل أن يلعب للقوة الجوية. إبراهيم بايش. الكرة الآن في وسط الملعب للمنتخب العراقي، تعاد الكرة للحارس العراقي محمد حميد بيلعبها إلى الأمام. محمد اتجاه مازن فياض، لكن الكرة الآن لصالح المنتخب العراقي. انتشار ممتاز، كرة إلى الأمام، ممكن الآن المنتخب العراقي. يا سلام في العمق، جميلة يا علي عدنان، لكن علي عدنان يهدر إمكانية الذهاب إلى الهدف الثاني للمنتخب العراقي. لكن والله جميلة الكرة العراقية الماضية، جميلة جدا، يعني عملوا كرة جميلة فعلا من الدفاع الوسط إلى الهجوم، تسلسل في الوصول والسلاسة. شوف والانتشار الجميل، ويا سلام الكرة اللي كانت في العمق جميلة جدا لعلي عدنان. شوف الكرة اللي لعبت الملي تماما. محمد كاظم، علي عدنان، والكرة الآن فيها ركنية. محاولة
لصالح المنتخب العراقي. لا كرة جميلة فعلا بيقدمها المنتخب العراقي الآن، ممكن الثاني على أثر هذه الكرة الجميلة التي يقدمها المنتخب العراقي، وهذا الظهور في هذه اللحظات. الكرة الآن لصالح المنتخب الأوزبكي، تحولت الآن للمنتخب الأوزبكي. محاولة الآن للمنتخب الأوزبكي. للمنتخب الأوزبكي عرضية هذه خطيرة، لكن في أحضان محمد حميد وفي أحضان الكرة الماضية بيهدي الأمور محمد حميد ويهدي الجو شوي. محمد حميد يحرس مرمى الشرطة، محمد حميد حارس مرمى المنتخب العراقي، بديل الحارس الغائب عن هذه المباراة جلال حسن، واللي نتمنى له الشفاء العاجل يا رب وبحول الله، مع زميله أيضا أحمد إبراهيم المدافع المميز وصاحب الخبرة. الكرة الآن للمنتخب الأوزبكي، كرة للمنتخب الأوزبكي. عزيزون إلى الجهة اليمنى الآن، محاولة لعبة عرضية لكن بتعدي الكرة الماضية. علي روح بعد روح. وتحولت الكرة لصالح المنتخب العراقي، ضربة مرمى، هدفين في المباراة، التعادل بهدف لهدف. هل هناك أيضا هدف قادم في الوقت القادم؟ ممكن. كرة الآن للمنتخب الأوزبكي إلى خارج الملعب الآن، رمية تماس. هذه فعلا صافرة تغيير، الآن تغيير للمنتخب الأوزبكي، بل تغييرين مرة واحدة، تغييرين. 15 بدينا 18 ورقم 19 بدينا 20. الآن راح نشوف الأسماء للمنتخب الأوزبكي. 15 يوصل مراد خالي اليدوف هو يعني القادم، أو خلمو اليدوف هو القادم رقم 15. الثاني عزيز كورجي بينوف هو اللاعب الآخر البديل. عزيز تورجين بيوف هو اللاعب الآخر. تغييرين بالنسبة للمنتخب الأوزبكي، دفعة واحدة كرة إلى الأمام للمنتخب العراقي، لكن في صافرة وراية وتسلل على محمد كاظم، تسلل على محمد علي كاظم، وبالتالي الكرة راحت تحولت للمنتخب الأوزبكي. تجربة جيدة بغض النظر عن النتيجة في هذه المباراة، الاستفادة الفنية الكبيرة للمنتخبين، منتخبين كبيرين يعني من الأرقام الصعبة جدا يعني على مستوى القارة الآسيوية. المنتخبين العراقي والأوزبكي بالتأكيد يتواجهان من خلال هذه المواجهة الدولية الودية، والتعادل الإيجابي بهدف لهدف مع إمكانية أيضا وجود هدف في الوقت القادم. كرة للمنتخب العراقي من علي فايز، روح سريعا لعبة من أمجد عطوان أيضا يلعب للشرطة العراقي، ويعني في لاعبين كثر يلعبون للشرطة. أمجد عطوان يعني أيضا كان قد لعب للكويت الكويتي. أمجد عطوان. كرة الآن للمنتخب الأوزبكي أمامية، محاولة، هذه خطيرة عدت وكان ممكن أيضا يعني كانت خطيرة فعلا للمنتخب الأوزبكي، عدت من المدافع، راحت خطيرة جدا، تحولت
على المرمى العراقي. هنا عكسية سريعة إلى الأمام، لكن موجود أيضا، موجود المدافع الأوزبكي موجود. يعيد الكرة روستاموف، أشروماتوف المدافع للحارس نيماتوف، وكرة إلى الأمام. محمد علي كاظم يعيد المنتخب العراقي في شوط المباراة الثاني إلى المباراة من جديد. هنا تقدم المنتخب الأوزبكي في وسط الملعب. صافرة وخطأ لصالح المنتخب العراقي. بالسلامة إن شاء الله. سلامات سلامات لإبراهيم بايش، سلامات سلامات. في انذار الآن حقيقة مستحق لكوبيلوف، التهور في التدخل من جانب إسلوموف كوبيلوف. نشوف اللقطة من جديد. شوف فعلا يعني هناك كان تهور في التدخل والاحتكاك من كوبيلوف، من إسلومون كوبيلوف على إبراهيم بايش لاعب المنتخب العراقي. شوف هذه الكرة اللي عدت فعلا كانت خطيرة، يعني أيضا هي عدت من المدافع العراقي بداية وراحت خطيرة. في انذار لكوبيلوف. كرة الآن للمنتخب العراقي. الكرة تحولت إلى رمية تماس للمنتخب الأوزبكي. كرة في وسط الملعب، ومن وسط الملعب ترسل كرة أمامية، لكن صعبة جدا كانت الكرة على مهاجم المنتخب الأوزبكي. شوف هذا هو السيد فلاديمير أبراموف الأوزبكي، المدرب الوطني للمنتخب الأوزبكي. وما أكثر الأوزبك، يعني المدربين الوطنيين اللي دربوا المنتخب الأوزبكي كثر والله. يعني كان أيضا من ضمنهم النجم الكبير قاسيموف اللي كان قد تواجد أيضا في دورينا. كرة إلى الأمام، تفويتة جيدة أيضا للمنتخب الأوزبكي. كرة للمنتخب الأوزبكي الآن عن طريق سانجر قادريلوف. روستامون أشروماتوف، هذا روستامون بيلعبها لجزف عزيزون. سانجر قادريلوف، عزيزون، إعادة الكرة للحارس نيماتوف لعبها أمامية. نيماتوف للمنتخب الأوزبكي. ملعوب الكرة للمنتخب العراقي عن طريق أمجد عطوان. اللعب أبدا محصور في وسط الملعب بدون خطورة بدون وصول. هذا بالنسبة للمنتخبين في الوقت الماضي. في وسط الملعب يعني الكرة تكون مثلا عند المنتخب العراقي، تنتقل للمنتخب الأوزبكي وتعود من جديد، لكن لا وصول للمرمى، لا تهديد. كرة الآن للمنتخب الأوزبكي. محاولة للمنتخب العراقي، تقدم عن طريق إبراهيم بايش. والله شفنا تسديدة جيدة لإبراهيم بايش في شوط المباراة الثاني. تسديدة حقيقة كانت جميلة نعم من إبراهيم بايش، وكانت هي الفاتحة بالنسبة يعني الفرص والمحاولات العراقية في شوط المباراة الثاني. إبراهيم بايش حط له وحدة من خارج المنطقة أبعدها نيماتوف الحارس الأوزبكي، وبعد ذلك توالت الفرص إلى أن شاهدنا هدف التعادل عن طريق محمد كاظم وعودة المنتخب العراقي. كرة الآن للمنتخب الأوزبكي، محاولة للمنتخب الأوزبكي، توغل والمحاولة والإبعاد، لكن السيطرة موجودة للمنتخب الأوزبكي. انلعبت أمامية للمنتخب الأوزبكي. هنا محاولة عن طريق مراد الزوف، تعود الكرة للمنتخب العراقي. انطلاقة من إبراهيم بايش، لكن هو أمام مدافع، يعني كان معاه وفي مدافع آخر مغطي، لذلك الأمور كانت صعبة على إبراهيم بايش، ولم يجد الإسناد أيضا المطلوب من جانب زملائه. الكرة الآن لإبراهيم بايش،
آخر المواجهات العراق وأوزبكستان. العراق استضاف المنتخب الأوزبكي التعادل السلبي، وكانت المواجهة في عام 2019 وبتاريخ مميز 9/9/2019. كرة إلى الأمام الآن، محاولة للمنتخب العراقي. محمد علي كاظم بيحاول وينقض الآن إيماتوف على الكرة الماضية. حلوة 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 فعلا، محاولة عراقية جيدة كانت عن طريق محمد علي كاظم. شوف على طول محاولة مباغتة ومفاجئة على المرمى الأوزبكي، كان بالإمكان أيضا التسجيل، لكن الحارس الأوزبكي كان صاحي، يعني سيطر على الكرة وعلى دفعتين. كرة أيضا كانت فيها متابعة من مهاجم العراق الآخر أيضا. حاول المنتخب الأوزبكي ملعوب الكرة عرضية، ممكن هدف، يعني ممكن يعني في ريحة هدف في الوقت القادم، في ريحة هدف أحد المنتخبين. المنتخب العراقي مثلا راح نشوف كرة في وسط الملعب الآن للمنتخب الأوزبكي. وقبل المواجهة الماضية اللي انتهت بالتعادل السلبي، قبل ذلك المنتخب الأوزبكي في مواجهة دولية ودية أيضا في أوزبكستان فاز المنتخب الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة أيضا قبل تلك المواجهة 2-1. هم يمكن يعني مواجهاتهم الرسمية قليلة، لكن الاثنين يعني يبقون طبعا من الأرقام الصعبة جدا، منتخب العراقي والأوزبكي في تصفيات كأس العالم في عام 2004. يعني 2004 يعني الآن يعني من زمن طويل. كرة إلى الأمام داخل المنطقة. نعم نعم، إنها ركلة جزاء الآن للمنتخب العراقي، ركلة جزاء للمنتخب العراقي. مازن فياض شوف لما يعني اخترق ودخل، هذه واضحة تماما، ركلة جزاء لصالح المنتخب العراقي. شوف عرقلة واضحة تماما، التلامس كان واضح تماما، وبالتالي ركلة جزاء للمنتخب العراقي. وكنت أقول ريحة الهدف الآن، ممكن الهدف طبعا من خلال ركلة الجزاء. الآن في تغيير للمنتخب الأوزبكي، 7 بديلا ل11، وراح نشوف التغيير، راح نشوف في